تعليق ناري من سيف زاهر على تصريحات مارسيل كولر بعد طبعا مباراة ميدياما، وطبعا تعليقه على إصابة أنطوني موديست مهاجم النادي الأهلي. خلينا نسمع سيف زاهر ونرجع لبعض مرة تانية. ده كان كولر بعد المباراة، والحقيقة الراجل ده بيعجبني جدا في الحديث، لأنه بينقل الصورة اللي حضراتكم بتشوفوها على الشاشة بواقعية شديدة جدا وواقعية كبيرة جدا. واعتقد ان هو ده الكلام اللي الناس بتحب تسمعه، لان هو ده الكلام اللي احنا قلناه، مش ما قلناهوش عشان احنا عالمين ببواطن الامور. يعني انا مثلا قلت في الانترو ان الاهلي دخل الفريق المنافس الجيم، كولر قال ان الاهلي دخل الفريق المنافس الجيم، يبقى مش احنا الاثنين كده مدربين كبار زي بعض؟ لا، هو انا زي الجمهور العادي قاعد بيتفرج، شايف فريق متواضع المستوى، كتر ما انت بتضيع بتوديه بواحده، بتجمد قلبه، بتديله ثقه، بتخليه يخش في الجيم. ده كلام طبيعي بعيد شويه على الفنيات. فبحب المدير الفني يتكلم بلغه الناس، يتكلم زينا، يشرح للناس اللي هم شايفينه، فيبقى دايما عندهم ثقه فيه بدون اسباب وبدون مبررات. الحته الحقيقه بتاعت ملعب السلام، انا بشوف ملعب السلام ده تحفه معماريه، يعني بشوفه ملعب رائع جدا، ورحته الحقيقه كذا مره، وكولر في الحديث عن الارضيه اتكلم كذا مره. فارجو من المسؤولين، انا الحقيقه ما اعرفش ارضيته عامله ازاي عشان ادافع او انصح او ما اعرفش، ولكن على مسؤولي استاد السلام ان هم يشوفوا القصه دي، حتى لو يتقفل فتره تتعمل الارضيه بس كلها حلول، لان الاستاد الحقيقه رائع جدا جدا جدا، متوضب بشكل رائع. فاعتقد ان دي نقطه نتمنى ان شاء الله باذن الله حلها. طيب، كولر دلوقتي واحنا بنتكلم بيفكر في ايه؟ مودست عنده اصابه وممكن يغيب 3-4 ماتشات ما يكونش موجود. كولر الفتره اللي فاتت كان بيعتمد ان هو يجهز مودست. الظروف مش مساعداه، يعني كل حاجه تحس ان هي اللمط كلها مطفيه. عارفين اول ما جه برد كورونا، يبتدي اصابه، يبتدي شويه تعب، يبتدي، وهي المده كلها سنه، فالامور متكعبله. خصوصا ان هو كان عنده اكبر فرصه وكهربا مش موجود في الدوري، فكان بياخد بصفه اساسيه على اساس يبتدي يخش الموضوع. هيغيب ماتشين ثلاثه الجايين، معرفش حجم اصابته امتى، فكهربا هيكون اول مباراه في الدوري الممتاز، مش اللي جايه دي، اللي بعديها، يعني مباراه زد هتكون اول مباراه ليه. خلاص هيرجع يبتدي يشتغل. اعتقد الامور هتبقى صعبه على مودست، والله اعلم. الاهلي عنده سموحه يوم الاربعاء، يانج افريكانز يوم الثلاث، سموحه يانج افريكانز يوم السبت، ويوم الاربعاء زد. عنده جدول الحقيقه مليء جدا، ولكن حتى كاس العالم للانديه، ولكن خلاص يعني هو اللائحه اللي اتعملت والسيستم اللي اتعمل ان هو كل 3 ايام لو جوه وكل 4 ايام لو بره، لازم الناس خلاص تبتدي تشتغل بشكل سريع. الاهلي دلوقتي واحنا بنكلم حضراتكم بيبحث عن ايه؟ بيبحث عن مهاجم. الاهلي لا ينقصه الا مهاجم. عارفين الحاجه اللي هي المقوله بتاعت لا ينقصنا الا رؤياك؟ هو الاهلي لا ينقصه الا مهاجم، بس المره دي مش هيبقى اي مهاجم. جمهور النادي الاهلي دايما بشيد بالجمهور، بقول ايه؟ صبور، يستحمل، يأيد، يناشد، يصبر، يشجع، يحفز. حته المهاجم دي الاهلي مش هيتقبل تكرار اي تجربه تاني مش موفقه. يعني في حته المهاجم دي، المهاجم، يعني حتى بعض الجمهور قال لي جمله كده برضو كانت لذيذه، قال لي لو مش هنجيب حد كويس ما نجيبش دلوقتي. يعني خلاص، انا لما جه مودست قلت ايه؟ قلت باللفظ كده، كولر جايب مودست تصبيره لمده سنه عشان يجيب اللي في دماغه. جمهور الاهلي دلوقتي في انتظار مهاجم حسام حسن، متعب، فلافيو، يعني حاجه كده تقدر ان انت من انصاف الفرص يجيب اهداف يخلصتك وترجع بقى للبلاس 90 وتتفرج وكده. لكن مودست ما بنقولش برضو تاني وتالت ورابع، لان في بعض الناس بياخدوا الكلام يقول لك ايه، لابد من محاسبه اللي جاب مودست، لابد ان هو يكون في حساب يا جماعه حضراتكم، انت النهارده بتجيب لعيب كوره سي في قوي، مودست سي في قوي، مودست لعب في دوريات كبيره جدا، مودست كان هيبقى كويسه لو المكنه اشتغلت، لو كان عنده الدافع. انت مش هتفتح الفنجال، انت مش هتشوف الراجل اللي انا جايبه بشكل قوي ده في الدوري السعودي، مثلا جابوا نيمار، جابوا كريستيانو، جابوا كريم بنزيما، جابوا ناس كتيره جدا. اي فريق بيروح يجيب اللعيبه دي
ما يقولكش مثلا ايه طب ده هيبقى عنده هيعرف يجدد طموحه، هيعرف يكون يعمل ستارت تاني من الاول، هيعرف. في بعض الناس تقول لك ايه كريستيانو مستحيل يشتغل تاني، ده اغدغ الدنيا. انت انت بتجيب اي لاعب على الهيستوري بتاعه، وبعد كده الامور تبتدي تتطور وتشتغل معاك بقصه معينه. ده ردا والله على الناس دايما اللي عايزه تجيب حساب وتجيب اللي يعني، ما هو اللي بيجيب ده هو اللي بيجيب مروان عطيه، هو اللي جاب امام عاشور، هو اللي جاب كهربا، هو اللي جاب ناس كتير. ما قلناهوش مثلا شوفوا لنا مين اللي جاب ده عشان نعمل له تمثال، لا. احنا اول ما تيجي تجربه مش قد كده هاتوا لنا شوفوا لنا ده بقى عشان نحاسبه ونمشيه. مش قصه. هو على فكره ما فيش حد في اي نادي كل الصفقات اللي هيجيبها ضرب نار. ممكن في صفقتين 3 4 صفقه مش هتظبط، مش هتمشي. ده كلام طبيعي عادي جدا. طيب، مهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه طلب من النادي الاهلي زعلوك ومعتز لاعبو الشباب. كولر عينه عليهم، فالاهلي رفض. قال له في عندنا كريستو اعاره، تاخد كريستو اعاره تمشي بيه نفسك لنهايه الموسم. فرج عامر قال لك لا، كريستو رقمه في الاعاره كبير، انا عايز 2 لعيبه دول وعايزهم بدري عشان اجهزهم ونشتغل عليهم، وهم طلب احمد سامي، فما وصلوش لحل لا في الاعاره ولا في الاثنين الشراء والبيع. الاهلي هيسافر يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله باذن الله لتنزانيا عشان يانج افريكانز المباراه القادمه. خلاص كولر قاعد دلوقتي بيحضر قائمه كاس العالم للانديه، واعتقد ان كريستو بقى خارج حساباته وهيبقى هيطرح اعاره، واعتقد برضو ان مودست ممكن ما يكونش في حساباته، لسه الامور مش واضحه، ورضا سليم ايضا للاصابه، فاعتقد الامور هتبقى صعبه بالنسبه له في الحته الهجوميه. ولكن هو دايما عنده الحلول، عنده مباراه صعبه ولكن عنده الحلول، يعني عنده حلول يقدر من داخل الملعب يغير ويغير الطريقه ويغير الاسلوب. الاهلي يمتلك الحقيقه سكواد كبير. في واحد النهارده عايز اديله حقه، في لاعب النهارده عايز اديله حقه، هو قفشه بيقدم اداء رائع جدا في اي توقيت ينزل فيه، 7 دقائق 10 دقائق ربع ساعه نص ساعه. النهارده نازل في الدقيقه 60 في الدقيقه 60 زي ما انتم عايزين، ينزل في الدقيقه 70، لازم ليه لقطتين 3 في المباراه. قفشه لعيب كبير جدا الحقيقه، وانا بحترم جدا جدا اللاعب اللي يبقى نازل بديل، يعني ما بيلعبش اساسي باستمرار، نازل بديل ويبقى ليه حاجه، يعني يعمل قصه عايز يقول للمدير الفني انا اهو انا عايز اثبت لك حاجه. احب قوي اللاعب اللي يعني قدم اوراق اعتماده للمدير الفني حتى لو بديل. قفشه واحد من اللعيبه دي، قفشه لعيب من طراز خاص. قفشه لو مزاجه رايق هيطلع كوره ابداع. زي ما حضراتكم سمعتوا كده، ده كان تعليق سيف زاهر على تصريحات مارسيل كولر بعد انتهاء مباراه النادي الاهلي وميدياما، وعلق طبعا على ضروره وجود مهاجم، وعلق ايضا على اصابه انطونيو موديست، وعلى الاعارات اللي النادي الاهلي تم طبعا طلبها من بعض من الفرق، ولكن مارسيل كولر رفضها لاحتياجه الشديد لهؤلاء اللاعبين طبعا في الفتره القادمه. لحد هنا ده كان نهايه الفيديو بتاعنا، اتمنى لو وصلت معايا للنهايه تضغط لايك على الفيديو، تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.